وجميع الكذبة. جميع الكذب، الكذب بكل أنواعه وبكل ألوانه، جميع الكذبة مصيرهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عايز ابتدي بحاجة اسمها أن كثير ما الشيطان يخدعنا أو إحنا بنخدع نفسنا إن بنعتقد إن في خطايا وحشة قوي وفي خطايا تعدي. ما إحنا كلنا زي بعض، ما حدش فينا ما بيكذبش في زنقة، ما حدش فينا بيكذب في سؤال مفاجئ، ما حدش فينا ما بيكذبش عشان يداري على حاجة، ما حدش بيكذب. يعني أنت الفلنة دي أساسا شحتها، فأنا بقول لك جبتها بكام؟ يعني هي 200 جنيه تقريبا، مش هتقول لي شحتها، أديك كذبت يا سيدي. وأنت متهيألك أنت بتعمل كده بتهرب من موقف يعني. بس المشكلة في الآية إن الفاسقون وعبدة الأوثان والزناه زيهم زي الجميع الكذبة مش هيخشوا وهيترموا فين؟ في البحر. زي الآية اللي جت في كورنثوس 6 بتقول لا مضاجع ذكور ولا مأبونون، يعني الاثنين شواذ الجنسية، ولا سكرون ولا شتمون. يا نهار أبيض! عايز أقول لكم إن المسيحية لا تعترف إن مفيش حاجة اسمها خطية كبيرة وخطية صغيرة. هو فعلا في خطية كبيرة وفي خطية صغيرة، بس أقصد إيه؟ إن لو أنت عملت خطية كبيرة وتبت، وأنت بتعمل خطية من التوافه اللي أنت شايفها، هتروح فين دي قدام الخطية الكبيرة وما تبتش؟ اللي عمل كبيرة وتاب يخش السماء، واللي عمل الصغيرة وما تابش مش هيخش السماء، بدليل جميع أنواع الكذبة. صح ولا لأ؟ يعني جميع أنواع الكذبة؟ ربنا ما فرقش. علشان كده أنا عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن خطية الكذب. طبعا ممكن تقولوا لي يا أبونا إحنا ناس في جامعة وناس خريجين، جبنا في الكذب دي بتاعت كي جي 2، اللي هيكذب روح النار، اللي هيكذب روح النار. ونحكي حكايه ان القرد كذب على الفيل، وبعدين مش عارف حصل له ايه، اتعاص في الميه، فقالوا له اصله القرد كدوب والقردود كدوب، والعيال تقول ايه مش هنكذب مش هنكذب. انت جايبنا في السن ده بعد ما شاب ودوك كتاب، جاينا تكلمنا على الكذب اللي هو بتاع كي جي 2. هو الحقيقه يا جماعه ردود أفعال الناس عن الكذب مختلفة، وأنا شايف الموضوع ده مهم نتكلم فيه، بس على جزئين، جزء النهاردة وجزء المرة الجاية. ردود أفعال الناس مختلفة. يعني في واحد يقول لك بص يا أبونا، ممكن بيعترف فيقول لي ساعدني يا أبونا، أقول له أوقات بتكذب، يقول لي بص يا أبونا أنا أعمل كل البلاوي إلا الكذب على رقبتي، أبويا علمني من طفولتي كده إن أنا ما أكذبش. أنت متهيألك إنك ما بتكذبش، لكن يوم ما نعرف أنواع الكذب هتلاقي نفسك ملطوط في واحدة أو اتنين منهم على الأقل. عشان كده النهاردة هنتكلم على أنواع الكذب عشان نتوب على أمور ممكن نكون فاكرينها مش كذب، لكن هي كلاسيفايد كذب. فاهمين الفكرة؟ طيب طبعا زي ما قلت لكم ردود الناس مختلفه عن الكذب. يعني في واحد تقول له انت بتكذب، انا عمري ما اكذب ولو على رقبتي الا الكذب، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، تكذب ما تكذبش الا الكذب. وفي واحد تاني تقول له تكذب يقول لك انا اساسا ما ينفعش ما اكذبش. زي واحد جاي بيقول لي انا جاي اقدم توبه، بس قبل ما اقدم التوبه انا جاي اقول لك ان انا تاجر قطع غيار. ما فهمتش؟ ما التوبه للكل يعني، مش في توبه للحلاقين وتوبه للصياغ وتوبه لقطع الغيار، ما كل التوبه توبه يعني. فبيقول بقول له انت بتقول كده؟ قال لي عشان في خطيتين تديني حل بيهم لان مفيش فايده ومش هبطله. قلت له ايه الخطيتين دول؟ قال لي الحلفان والكذب. قلت له لا يا شيخ، طب حلك فيهم ازاي يعني؟ ما ربنا منحهم. قال لي انا تاجر لازم احلف عشان الزبون يصدقني، ولازم اكذب احط 40% فوق السعر، واعمل نفسي غلبان، واعمل نفسي ان انا ببيعها بالخساره لانه لازم اعمل كده.
فلو انت قلت لي ما تكذبش وقلت لي ما تحلفش، اسهل ان انا اجيب لك مفتاح المحل وتصرف انت عليا. يعني هو ما عندوش مشكله خالص مع الكذب. ده الاخطر ان ممكن يكون معتقد ان دي مش خطيه. ناس تالتة تعتبر ان الكذب جدعنه. يعني ايه الكذب جدعنه؟ لما واحد يداري على واحد، عشان يعني مشهوره قوي بين الشباب في سن ثانوي، وحكيت لكم الحكايه دي. ده اللي عملوه لعب خطير قوي. الموبايل يبقى فاصل شحن وهو متعمد ان هو نازل ب 3% عشان عبل ما يوصل لصاحبه يكون فصل شحن، والام ترد عليه، وبعدين ايه هو قاعد ومبهدل الدنيا، ومعاه واحد صاحب تاني معاه رقم موبايله، ويقول لها ان هو معاه الف، فالام تتصل بالف يقول لها كان لسه معايا يا طنط ولسه ماشي قال مروح، والف يتصل بجيم يقول له قول لفلان ان مامته اتصلت خليه يلحق يرق. انتوا واخدين بالكم عايز اقول لك ايه؟ طب انت كده كذبت يا ابني. لا انا ما كذبتش، انا بستر على صاحبي. لا يا راجل، ده هو شايف هنا الكذب جدعنه، كذب شهامه. ففي تاجر شايف ان الكذب مش ممكن يعيش من غيره، وفي انسان متوهم انه ما بيكذبش خالص، لا بنكذب ولازم نتوب. وواحد تالت شايف الكذب ايه؟ جدعنه، شطاره، الراجل للراجل وقت زنقته. ولا نخرب البيوت يعني؟ ولا انتوا ايه رايكم؟ فاهمين الفكره؟ تعالوا نتكلم عشان وقتنا وعشان المجهود على نقطة 2 3 4 5 نقط، كل نقطة هتكلم فيها 5 دقايق. النقطة الأولانية إيه أنواع الكذب؟ أول نوع من أنواع الكذب اسمه الكذب الصريح. أنت شفتيها، وأقول لك شفتيها؟ لا ما حصلش. يعني هي ما جاتش النهارده؟ لا ما جاتش. طيب هي جت ومزوغة، أقول لك هي فين؟ تقول لي في الحمام. ده كذب صريح. ده كذب صريح، وده مش هنختلف عليه إنه غلط. وأكبر واحد عمل الكذبة دي كان إبراهام لما كان مع سارة مرتين. مرة مع واحد ملك اسمه أبي مالك، لما قال له مراتك حلوة قال له دي أختي، قال له عاوزها، قال له اتفضلها بس أنا أعيش، واتفق مع مراته على الكذبة دي. ومرة تاني مع فرعون مصر قال له مراتك حلوة قال له اتفضلها، قال له عشان أعيش. وربنا يتدخل في المرتين. طبعا ابراهيم بعد كده بقى ابو الايمان، بس احنا بنتكلم على مرحله اولى في حياته كان لسه فيها ضعيف ورخو، فكذب كذب صريح. ده اسمه الكذب الايه؟ الصريح. وده بيحصل معانا امتى؟ لو انا زنقتك في سؤال. يعني انت عارفه ان انا ممكن استلف وما رجعش، بقول لك معاكي 50 جنيه، انت اوريدي معاكي 250 جنيه في الشنطه وخمس خمسينات، اقول لك انا مزنوق في 50 جنيه، تقولي تعدمني معيش. انا لو معايا ما عايزش عنك. انت مش قبل كده خدت مني؟ قبل كده اخدت، يبقى انا عايز عنك؟ لا ما تعزنيش. بس كذبت ولا ما كذبتيش؟ الله 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 الله، انا عايز اقول ان احنا جوه ربنا وجوه بيت ربنا، وفي حاجات بسيطه قوي. واحد يفاجئك من الشغل، عم فلان ده اللي بيستلف الناس كلهم ما بيرجعش، وقال لك معاكي، قلتي معيش، يحصل ولا ما يحصلش؟ ده نوع من انواع الكذب الصريح. فاوقات الواحد في زنقه، او اوقات الواحد في سؤال مفاجئ او مأزق يضطر ايه؟ يكذب. زي واحد راكن صف تاني، يجي امين الشرطه هو معاه واحد صاحبه ويقول له ايه؟ يقول له انت راكن غلط. يقول له امي ست مسنه عند الدكتور اللي في المعمل ده بتعمل تحليل دم. اعمل ايه؟ انت ما عندكش رحمه؟ فالراجل امين الشرطه تقول له بربع ساعه يا باشا وبتاع، وصاحبه اللي جنبه يقول هو مش امك متوفيه يا ابني من سنتين؟ بس الفكره فكره ايه؟ انه بيكذب. فاللي بيقول انا ما بكذبش خالص ده لا، ممكن يكذب الكذب الصريح لو في زنقه، سؤال مباغت، سؤال ما كانش مستعد له، تلاقي اسرع اجابه جت اجابه كاذبه. ممكن تلوم ضميرك وتقدم توبه، لكن ممكن نقع احنا في الكذب الصريح. ممكن نقع في الكذب الصريح. يبقى ده اول نوع اسمه كذب الايه؟ تاني نوع اسمه الكذب بالتهويل
او الكذب في المبالغه. يعني ايه بقى كذب في المبالغه؟ في مره من المرات موقف حصل، بصرف النظر مين اصحاب القصه دول، ولد شاب في ثالثه ثانوي اتصل باب كاهن. كانت الساعه بقت 11 بالليل وابونا دخل يريح يعني بعد يوم خدمه. الحق يا ابونا، الحق يا ابونا، بابا بيدعك في ماما، بيدعك دعك، سحلها، جراها من شعرها، بهدلها، احنا الحقنا يا ابونا. وراح قفل السكه. ابونا يعمل ايه؟ يلبس الروب فراجيه وينزل يشوف الواد ده. دخل لقى فيه خناقه في البيت، بس لقى الست ولا مدعوكه ولا مسحوله، لقى الست قاعده على كرسي عادي يعني، وبكلمه رايحه وكلمه جايه بين الزوجين. فقال لها هو مد ايده عليكي؟ قالت لي الحقيقه يعني ما مدش، يعني هو بس عمل لي كده، يعني عمل لي كده في كتفي. فابونا بص والشرار الشرار طلع من عينه وبيقول للولد دعكها، زعلها. قال له طب بالذمه يا ابونا لو كنت قلت لك ان بابا زعق في ماما كنت جيت؟ بس المشكله ان الواد مستبيح انه يكذب على الكاهن، الواد مستبيح انه يكذب على ابونا، وشايف ان دي ايه؟ ده بقى اسمها ايه؟ الكذب بالايه؟ بالمبالغه. سيبوكم من القصه دي، هكلمكم على الكذب بنكذب فيه في المبالغه. انت شغال في شركه ب 4800 جنيه ومش جايبين همهم الحقيقه، يعني لما تطلع سندوتش في اليوم والمواصلات بيتبقى لك 700 جنيه مثلا، يعني هيعملوا ايه دول في الزمن الرديء ده؟ فجات لك في شغله وقالوا لك اكتب سي في، فقال لك ما هو اخر مرتب حضرتك اخدته؟ هتكتب كام؟ بامانه بامانه هتكتب 4700؟ ده انت لو لميت ايدك هتكتب 6700. نعم؟ لا 20 تبقى وانطجي، ما تجيبش انت. قول 6700، يعني انت زودت 2000 جنيه، ولو انا باخد 15 هكتب 18، ولو انا باخد 18 هكتب 24، ما هي في فاكتور انا بزوده كده عندي. تصور بقى الموقف يقول لك ايه؟ يقول لك انت مرتبك بيتحول لبنك ولا بتاخده بسليب؟ هتقول له بيتحول لبنك، قول له لو سمحت لنا عاوزين الترانزاكشن بتاعك عشان نتاكد من مرتبك ومفرداته اخر 3 اشهر. بقيت قد ايه يا حبيبي؟ قد كده، ومش هترجع تاني لانك هتكشف ب 4700. فهمتوا عايز اقول لكم ايه؟ بنكذب ولا ما بنكذبش؟ بنبالغ ولا ما بنبالغش؟ حركه السي في دي حركه مكشوفه جدا جدا. No one says the truth، بالرغم ان احنا اولاد ربنا وما بنكذبش، وجميع انواع الكذابين هيخشوا البحيره المنتقده بالنار والكبريت. بنكذب بالمبالغه، بالمبالغه. اشهر كذبه في المبالغه ان لما واحده تيجي تحكي لي على جوزها فتقول لي ايه؟ نص ساعه بيشتم فيا متواصل. فانا اتصل بالتليفون اقول له نص ساعه بتشتم فيها؟ يقول لي امام الله قلت لها امشي من وشي دلوقتي. قلت له مفيش حاجه تاني؟ يقول لي امام الله هي عندك؟ ولع السبيكر. اقول له خلاص يا ابني مش هنخرب بيوت. طب ليه يا بنتي نص ساعه؟ ليه الاول سايز ده؟ ليه الاستك اللي ملوش اخر ده؟ طب ما تقولي قال لي كلمه وجرحتني، ذاتس ات. اولاد الله ظاهرون، لكن احنا بنعمل حاجات تخلينا بعاد قوي عن كلمه اولاد ربنا. ده بقى في شخصيات بقى يقول لك ايه؟ شفت مصر الجديده مقلوبه، الحادثه اللي حصلت في صلاح الدين اللي هي فوق السايغ اللي اسمه فلان، فوقيه ورشه مسك فيها النار، 6 عربيات مطافي، 4 اسعاف، مدير الامن، وكيل المحافظ، مش عارف مين. وبعدين واحد جنبه كده ميت على الروح من الضحك. قلت له بتضحك ليه؟ يقول لك اولا هي كانت عربيه مطافي واحده، نمره 2 ما كانش في اسعاف خالص،
نمرة 3 ما فيش غير امين شرطة وضابط نقيب. جاب منين المحافظ؟ في ناس بتبالغ. اذا القصة حكيتها زي ما حصلت تحس ان في حاجة معيوبة. فين الملح والشطة والكمون والتوابل اللي تحسن الصورة؟ بس كل دول بيقعوا في خطية اسمها خطية الايه؟ الكذب بالتهويل او الكذب بالمبالغة. طب احنا ما بنقعش في دي؟ اوقات بنقع، اوقات بنقع. احنا قلنا كم نوع من انواع الكذب دلوقتي؟ الكذب الصريح، 2 الكذب بالتهويل، 3 الكذب بالاقتصاص. عارفين يعني ايه الكذب بالاقتصاص؟ يعني ايه؟ قص ولزق، قص ولزق، قص ولزق. يعني انت عاوز توديني في داهيه، ممكن تسمع لي 17 وعظه وتنقي من الوعظه دي كلمتين ومن الوعظه دي كلمتين والوعظه دي كلمتين. يعني مثلا اقول كده، مثلا اقول كده، يبقى احنا كده بقى ضايعين. ويروح واحد طالع على الفيسبوك ولا مش عارف من ابونا بولس يشهد ان المسيحيين ضايعين. يا ابني انا كنت بقول قبلها ايه؟ كنت اقول بعدها ايه؟ والحقيقه الناس دي اللي بتكذب نوع الكذب ده لا عندهم امانه، وبيشهروا بالناس وبيضيعوا ناس وسمع بيوت وسمع ناس واخلاقيات. بتبقى مشهوره قوي ان الانسان يقص حته ويلزق حته على حته. الصوت صوتي. انا ما سمعته، انا فعلا مش اي ولا حاجه، بس ازاي؟ انا مش فاكر ان ده كان اتجاهي ابدا، بس هو ايه؟ في ناس مغرضين. دي مشهوره بقى في السياسه والتشهير، ويسموها حاجات كده الجرائد الصفراء اللي هي بتمشي ورا الفضايح. احكي لكم على حكايه حصلت معايا انا شخصيا، وهشاهدكم انتوا انا غلطت ولا ما غلطتش، وبعد ما اخد حكمكم هقول لكم اتعمل فيا ايه. اصل الحته دي تعباني انا شخصيا شويه، لما بتحصل فيا كتير قوي. واحده ست جت بتقول، بتشتكي من جوزها، وده الوضع الطبيعي. جايه تشتكي من جوزها، الدنيا فيها مشاكل، والراجل بيشتكي من مراته، طبيعي يعني. فبتشتكي من جوزها انه عصبي وخلقه ضيق، لا 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 لا، ما فيهوش حاجه حلوه خالص. فانا فضلت استحملتها لغايه لما قالت كل اللي قلته. وبعدين قلت لها هو فعلا ما فيهوش حاجه حلوه خالص خالص، هو بيكره ولاده. قالت لا، اب حنين. قلت لها بخيل جدا. قالت لا، ممرمغنا في الدلع في الفلوس. بيهين اهلك. لا، ده امه بتحبه اكتر مني. فهي قاعده ايه من ردودها انا بثبت لها انها ظلمه شويه يعني. فالراجل فيه 8 9 مزايا، بس هو حمقي شويه. فانا قلت لها ايه؟ يا ست فرضا عصبي شويه، من اجل ال9 مزايا اللي احنا عديناهم نفوت، والرجاله تطلع وتنزل على ما فيش. فوتي، اصل انت مشكلتك انك بتركزي مع الكلام فبيجرحك. فوتي، قولوا ده اطيب مني. انا غلطت في اللي انا قلته، غلطت. انا عاوز اعمل ايه؟ اعمر البيت. فانا بقول لها ايه؟ فرضا عصبي شويه، عدي. انا غلطت ولا عايز اعمر البيت؟ صح؟ حد ماسك عليه خطيه في اللي انا قلته؟ فرجوا الست بقى. رجعت صلحت جوزها، بعديها باسبوعين 3 اتخانق معاها. فبعد ما اتخانق معاها اقتطعت واقتطفت واقتصت من كل اللي قلته كلمتين 2. قالت له على رأي أبونا لما اشتكيت له، قال لي أنت فعلا جوزك راجل مجنون. أنا ما قلتش مجنون أمام الله، أنا قلت عصبي. هي قالت إن أنا قلت إنه مجنون. الراجل جاي لي بقى، أنا بقلع الدنيا في القداس. قال لي أنت عارف إن أنا ما كنتش هتناول من إيدك النهارده؟ خير يا حبيبي، ليه؟ أنا ضايقتك في حاجة؟ قال لي ضايقتني في حاجة؟ هو أنت مش دريان؟ ده أنا. قلت له إيه؟ قال لي مراتي كانت عندك من كذا كذا كذا، بدل ما تصلح وتقول كلمتين طيبين. قلت له ما أنا قلت كلمتين طيبين، أنت قلت كلمتين طيبتين؟ قلت له هو إيه اللي حصل؟ قالت لي أنا بتخانق مع مراتي، قالت لي على رأي أبونا فلان لما قال عنك إنك عصبي ومجنون. طب قولي عصبي، أنا ما قلتش مجنون. أهو ده بعد عنكم الكذب بالإيه؟ بالاقتصاص. طب أنت قلت 100 كلمة طيبة، بس عشان القلب وحش والنفسانة عالية أصطاد منك كلمة واحدة، وقدام الناس أقول له
تنكر انك قلت كده. انت فعلا قلت كده، بس في اي سياق وباي غرض. واللي قال لك قبل ما تقول الكلمه دي كان قال ايه، ولما انت قلتها قلت بغرض ايه. مش مشكله، بس ده اسمه الكذب بالاقتصاص. انت كذاب. انت شكلك بتقول الحق ان هو قال كده فعلا، بس انت مش امين، لانك ما نقلتش الجمله وما نقلتش الغرض وما نقلتش النيه، انت مسكت اللفظ. كم نوع من انواع الكذب وممكن نكون بنقع فيه؟ اول حاجه الكذب الصريح، تاني حاجه الكذب بالمبالغه، تالت حاجه الكذب بالاقتصاص. اللي جاي اسوأ، ده شر بقى. ده اللي فات ده موجود فينا كلنا، لكن ده اللي جاي بقى شر قوي. الكذب بالادعاء او التلفيق. عارفين يعني ايه لفقوا؟ زي ما عملوا كده في المسيح بالظبط، زي ما عملوا في المسيح. جابوا شهود زور ولفقوا له تهم علشان يصلبوه. أنا عشان الوقت بس وأنا مش قادر أكمل كتير، أنا هقول قصة واحدة تفهمكم يعني إيه الكذب بالتلفيق. من أسوأ الاعترافات اللي سمعتها في حياتي، هم كتير بس ده واحد منهم. يعني ما كنتش متخيل يا ولاد إن في شر بالشكل ده. جالي تليفون من رقم دولي، يعني مثلا انتوا عارفين ارقام الدول في اوروبا 417 وبعدين كذا كذا 418، دي النرويج دي السويد وهكذا. فانا مش مميز الدوله، بس هي دوله اوروبيه، لا امريكا ولا كندا ولا الامارات، دوله اوروبيه. فواحد قال لي ابونا انا بسمع العظات بتاعتك وعاوز اعترف اعتراف صعب قوي، بس لازم تسمعه وتحللني. قلت له قول. قال قداسة البابا شنودة انتدب لينا راهب. انتدب لينا ايه؟ راهب. والراهب ده ستريكت قوي، عاوز البنات تخش الكنيسة بكم طويل، مش عاوز القط، واحنا ناس في اوروبا متحررين، وجايب لنا واحد من دير، ويا ريت من دير من بحر الى دير من الصعيد، وتعب ناس كتيرة قوي لانه كان حاسم. يعني اللي هيجي بعد القداس مش اللي هيجي بعد الانجيل مش هناوله. على فكره ابونا ما غلطش، يمكن يكون اسلوبه كان جاف شويه، لكن ما غلطش في الحق. فانا قررت ان انا اتخلص منه واوديه في داهيه. قلت له عملت ايه؟ قال لي بص يا ابونا، هو شديد لكن طهاره وصلاه محدش يمسك عليه حاجه، بس خنقنا، احنا ناس ليبرال. قلت له عملت ايه؟ قال لي ولا حاجه، انا عرفت ان في شراعه في البيت. هو البيت ده بتاعه عباره عن اوضتين في جنينه ملحقه بالكنيسه. فتحت شراعه ودخلت وجبت مجلات وحشه قوي 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 قوي. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ مجلات كلها صور سيئة جدا جدا، ودي بتتباع على الأرصفة عندنا. وحطيتهم تحت المرتبة بتاعته، ورحت باعت جواب لمطران شديد قوي في مصر. قلت له الراهب فلان الفلاني بياخد البنات في اوضته، والبنات اشتكت لنا انه بيفرجها على مجلات وحشة، والمجلات تحت المرتبة اللي بينام عليها. سيدنا غار غيرة الرب، لأن ما فيش حد هيتوقع إن في واحد يكذب في حاجة زي كده. وبعدين سيدنا راح وقال له عايز أخش قليتك، وقال له يا أبونا لو سمحت أنا عايزك تجيب لنا من بره إزازة 7 أب، أي حاجة ما كانتش موجودة. يعني أنا ما بقولش إن ده اللي حصل بالظبط، أنا بقول لكم إن سيدنا يعني عرف يخرجه. وسيدنا مع 2 شمامسة أرخنا من الكنيسة قلبوا الأوضة لقوا 8 مجلات تحت المرتبة. يبقى القصة دي حقيقية ولا زور؟ حقيقية. واتاخد القرار إن في 24 ساعة هذا الأب الراهب الوقور
يسيب البلد اللي كان فيها بفضيحة. أنا كنت بسمع يا ولاد، جت في لحظة أمام الله الموبايل اترعش في إيدي، يعني مش قادر أصدق إن في شر بالشكل ده. وحطيت نفسي مكان أنا أبونا الراهب ده، لو اتبحد حطيني في تهمة زي كده، والأسقف والبابا والكنيسة والدير، حتى لو سكتوا نستر عليه نستر عليه، بقت سمعتي خلاص راهب زاني يعني. وبعدين ايه اللي حصل يا ولاد؟ اللي حصل انه الراهب رجع وراح ديره وحبس بقى، قاعد يبكي ويصلي لربنا ومش عارف ايه اللي حصل، او عرف ايه اللي حصل بس عارف انه بريء يعني، ومين هيصدقه؟ ده احنا مطلعين المجلات بايدينا. وبعدين انا عارف ان المستوى ده من الكذب مش بتاعكم يعني، ربنا يحافظ عليكم، بس اخاف لان الشيطان لما بيستولي على العقل مع الانسان والانسان يسلم دماغه للشيطان يعمل اكتر من كده. فبقول للولد طب انت بتقول لي كده ليه؟ قال لي عشان ضميري تعبني شويه شويه ضميري تعبني شويه. قلت له طب وانت عاوز ايه؟ قال تحللني. قلت له لا ما حلكش، ومحدش يقدر يحلك لان في يدك دم مظلوم، واذا ما كنتش هتقول ان احنا اللي عملنا كده وابونا ده مظلوم، مفيش حد لا انا ولا بطرك يقدر يحلك طول ما هذا الراهب عايش وشايل تهمه انت حطيتها عليه. لان شرط من شروط التوبه التعويض اذا كان التعويض ممكنا، فلازم زي ما انت اسأت لسمعته لازم تبرأ سمعته. راح قفل السماعه في وشي، لكن ما اقدرش احله. طبعا عشان القصه دي قصه مؤلمه ووجعتكم، اشكر ربنا انا عرفت البلد وعرفت المكان وعرفت الاسقف، وقلت له ما اقدرش اقول مين اللي كان بيكلمني، لكن أنا بقول لك ان الراجل ده كان مظلوم على الاقل يعني حاجه. بس شفتوا الدمج، شفتوا نوع من انواع الكذب اللي يوصل للادعاء والتلفيق. احنا قلنا كم نوع من انواع الكذب؟ قلنا الاولاني الصريح، المبالغه، الاقتصاص، التلفيق. اخر نوع لان خلاص تعبت، الخداع والاحتيال. يعني ايه الخداع والاحتيال؟ ده نوع من انواع الكذب ناس كتيره قوي تعتقد يا اولاد انه شطاره. هديلك على سبيل المثال، انت بتبيع عربيتك وعربيتك واخده خبطه كسره الاكس وشرخ في الشاسيه، وانت لحمتها ومعلجنتها وزي الفل، وانا بشتري منك عربيتك، بس انت من بره عاملها ايه؟ عروسه، يعني دهنها وغسلها في البتاع المعارض دي اللي بتغسل يعني مخليها ايه؟ بتبرق، ومركب لها حته شاشه اللي هي بقى بتجيب يعني كل حاجات تركيب، يعني شكل حلو قوي قوي. وبعدين بقول لك بامانه انا ما بفهمش في العربيات، العربيه دي عامله حادثه عيب، مفيش كسر في اي حاجه، انت واخد عروسه طالعه من عيني، لولا ان انا مضطر ان انا ابيعها دي ما فرطش فيها، دي معزتها من معزه عيالي، يعني مفيش اي حاجه، مش اي حاجه. طب بتكذب ليه؟ طب ما انت ضحكت عليه. يقول لك القانون لا يحمي المغفلون، هو مغفل، اعمل له انا ايه؟ الحقيقه لا، انت كذاب. واحتيالك وكذبك لن يبررك امام الله حتى لو فاكر ان دي شطاره في عينين نفسك، لانك انت ما تقبلش ان يتعمل فيك كده، علشان كده ما تقدرش تعمل في حد كده. ده اسمه الاحتيال. للاسف اللي عمل كده يعقوب لما احتال على ابوه، وابوه قال له هو انت يا ابني عيسو؟ قال له اه. قال له الشعر شعر عيسو والصوت صوت يعقوب. قال له عيب يا بابا نكذب عليك، ده انا صيد هو مربي، هو ذابح جدي. يعقوب ده ما كانش يعرف صوت عصفوره اساسا، بتاع بيته يعني، بيتي كده بتاع ماما.
فمش التاني صياد، انا ما بقولش يعقوب وحش، انا بقول لكم طبيعته يعني ما يعرفش يصطاد. فذبح الجدي، قال له عيب يا بابا انا طلعت وده اصطادته لك وذبحته لك وشويته لك، يلا اديني البركه بقى. نوع من انواع اللي ممكن الانسان يكذب على ابوه. ده في ناس بعد ما ابوهم يموت يكتشفوا ان اخ من الاخوات زور كل العقود عشان يبقى له النص واخواته يبقى له النص. اهو ده نوع من انواع الكذب والاحتيال. اوعى تقول انك بعيد عن كده، لان هو في سنك قال انا مش ممكن اعمل كده، لكن قدام الاغراء وقدام الفلوس عمل كده. ده اسمه ايه؟ الخداع والاحتيال. من ضمن الحاجات اللي انا اكتشفتها، ولد من ولادي قدم استقالة من احد شركات الادوية. فبقول له ليه؟ بيقول لي عارف كنا بنبيع دواء معين، الدواء معين ده كان بيجيب حاجة اسمها دراي كاف، دراي كاف يعني كحة جافة. فمكتوب في البانفلت عندنا ان 3 في الألف ممكن يحصل لهم دراي كاف، 3 في الألف. لما رحت اشتغلت في سويسرا شوية 5-6 اشهر في نفس الشركة، بصيت لقيت مكتوب في الدوكيومنتس ان اللي متأيد، انا عايز اكتب لكم الرقم اللي هو قاله لي عشان انا ممكن انسى، للاسف حتى نسيت اكتبه، بس انا على ما افتكر يا 7 يا 9%، 7-9% غير 3 في الألف. فاكتشفت ان احنا نصابين، بنقول للناس حاجه والدواء ليه سايد افكت، وكل شركات الادويه تقول لك الكود الاخلاقي الكود الاخلاقي الكود الاخلاقي، واحنا بننصب على الناس كلها. على فكره اسم شركه كبيره من شركات اوروبا اللي بتصنع الدواء. ده احتيال ولا مش احتيال؟ ده نصب ولا مش نصب؟ بس نكسب. اوعوا يا ولاد، لان الروح القدوس اللي فيكم اللي اخدتوه في سر الميرون هيشهد علينا كلنا، لأن الإنسان بيبقى عارف الصح وعارف الغلط بضميره حتى قبل وصية الله. فعذرنا إيه؟ إن إحنا نكذب كل أنواع الكذب ده. أنتم ولاده. هو في أنواع تانية بس نكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب، نعمة وحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن معكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. محدش يقرب مني لو سمحتوا.